بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة هنعمل مع بعض فراخ بالخضار. فرخ كده بلدي مع خضار مشكل، علشان اللي عنده البرد، عشان البرد اللي ماشي اليومين دول يا حبايبي مش مخلي حد. كده هنعمل معلقة سمنة بلدي كده حلوة اهي، وهننزل عليها بالفرخ بتاعنا كده نشوحه فيها، كده اهو، مع شويه فلفل اسمر اهو يا حبايبي كده اهو. ورقتين لورا وبصلايه مقطعها مكعبات كده وطماطميه علشان تعززوا الطعم بتاعه يا حبايبي. هنشوحه كده فيها كمان. هنعمل الفرخ ده كده عشان اليومين دول يا حبايبي الدخول الشتاء والبرد والنزول الصبح المدارس والحاجات دي، كل واخد برد، كل عنده برد كده. هننزل برضو عليها بالخضار. ادي البطاطس اهو، ننزل الخضار بتاعنا كله، وده الكوسه اهي شايفين، وادي البسله بتاعتنا طالعه من الفريزر هحطها رخرة عليهم، وهنقلب كده. هنشوحهم تشويحه كده يا حبايبي اهو، وعلى البخار كده هيتشوحوا فيها. انا هغطيهم بالغطا شايفين يا بنات اهي، اتشوحت خالص والله العظيم، ريحتها جميله، اتشوحت خالص. شايفين الخضار اتشوح مع الفرخ كده. انا بعرفكم ان ده كله يبقى في حله واحده، حتى تعبان حد حاجه مش ده في حله وده في حله اهو، وهتبقى واخده الخضار واخد من الفرخ والفرخ واخد من الخضار كده، وهيبقى الطعم بتاعه جميل. هنزود شويه الشوربه اهو، وما تغلي بقى هنشوف نظبط الملح بتاعنا. ما نحطش ملح دلوقتي علشان ما يقللش التسويه بتاعته، ما يغيبوش في التسويه، وفي نفس الوقت ما يحدقش. ما تغلي براحتها كده وهنشوف يا حبايبي. هنا خلصت اهو، شايفين الخضار جميل ازاي. نحمرها اهي، وعاملين جنب منه رز ابيض كده من غير حلوية ولا اي حاجه، علشان البرد مش عايزين لا زياده ولا اي حاجه ولا ماده دهنيه فيه.
الفرخ ده يا حبايبي، من اللي انا الفراخ دي من اللي انا بربيها يا حبايب قلبي. عارفين انا بربي ايه، طيور وكده. هنا يا حبايبي اهو، ده الخضار اهو، ده الخضار المشكل كده عملناه مع بعض وايه، وحطيناه كده علشان البرد. ده احلى دواء للبرد، مفيش احلى من كده. هنحش ورقه ايه اللورا. هنا حطينا التوابل بتاعتنا، حطينا فلفل اسمر طبعا على الفراخ عشان ايه، البرد اهو.